وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. السلام عليكم. بص، مش هطول عليك، بس عايزك تصلي على النبي وتركز معايا. انا عارف ان انت بيجيلك اوقات كتيره جدا عايز ان انت تبدا جد، بس ابدا جد ازاي وانا مراكم كتير وورايا حاجات كتير قوي؟ وده كانت من اكتر المشاكل اللي كنتوا بتطلبوها مني. طب اللي انا كنت بطبقه بالنص وهوريه لك دلوقتي اهو، عشان عارف ان انا كنت في الفيديوهات اللي فاتت بقوله لك كده وانت ما كنتش بتفهمه مني. وبص، انا اضطريت ان اجيب لك المنصه وافتحها لك بتاعت مثلا دكتور احمد الجوهري، وافتح لك بتاعت مستر خالد صقر، واوريك تطبق ازاي. بحيث مثلا انت مراكم الاحياء هقول لك تعمل ايه، مراكم الكيمياء هقول لك برضو تعمل ايه، وتطبق ده على كل المواد. طب عايزك بقى تصلي على النبي كده وتركز معايا واحده واحده، وطبق اللي انا هقول لك عليه ده من دلوقتي لحد اخر السنه، وهتشوف ان شاء الله الفرق. اتاكد بس انك مشترك في القناه عشان تتابع الفيديوهات الجايه باذن الله، وتعمل لايك للفيديو ده. طب احنا هنفترض دلوقتي ان انت مراكم فصل التكاثر، تمام؟ هتبدا انك تقعد فصل التكاثر ده اهو، انا فتحته دلوقتي. بص انا معاك والله ما اعرف حاجه، انا هشوف معاك اهو كاني لسه هبدا ان انا اذاكر. تمام؟ في المحاضره الاولى في مقدمه التكاثر الاول، بعد كده في المحاضره الاولى، بعد كده في المحاضره الثانيه، بعد كده في المحاضره الثالثه. تمام. طب عندك المحاضره الاولى لدكتور احمد الجوهري، بص متقسمه لكذا محاضره اهي. يعني اصلا المحاضره جواها كذا فيديو شرح. فانت اهو سمي الله، بص ركز، واللي انا بقوله لك ده اقسم بالله اللي هيفرق معاك، وده اللي كنت بطبقه انا وزمايلي وبعلمه برضه لاخويا دلوقتي وبيطبقه هو كمان. ومعلش بس لو حسيت ان انا سريع، عشان هو المفروض يكون بيذاكر دلوقتي، بس قلت له هات المنصه عشان اقدر افهمكم تعملوا كده ازاي. طب بص، انا هوريك المثال على الهرمونات بحيث انك تكون فاهم اكتر. فانا هشرح لك على الهرمونات عشان انت ممكن دلوقتي تكون في التكاثر ومراكم الهرمونات، فتعالى اقول لك تعمل فيه ايه. انت دلوقتي هو، انا لما فتحت المحاضره الاولى كاتب لي شرح الاكسينات، انا هبدا ان انا اكتب شرح الاكسينات ده عندي اول فيديو. بعد كده عندي مقدمه الهرمونات هبدا ان انا اكتبها تاني فيديو. بعد كده مذاكره المحاضره الاولى، كده ده تالت فيديو. دول الثلاث فيديوهات ان انا هذاكرهم في المحاضره الاولى. طب تمام، كويس جدا. في نفس المحاضره بقى الدكتور عامل لك ايه، حل كتاب الجوهري، بعد كده حل كتاب الامتحان. دول مش هتيجي جنبهم، مش هتضيع وقتك فيهم. انت اهم حاجه انك تتفرج على الشرح، خلص الشرح كله، بعد كده شوف الحل ده بقى يبقى حل في اي وقت. وهقول لك تعمل كده ليه. عندك فصل الهرمونات انت هتستخدمه بالكامل، او لازم تكون فاهمه صح جدا عشان تقدر انك تكمل فصل التكاثر. طب تعالى انت دلوقتي، انت مراكم اصلا فصل الهرمونات، ما اتفرجتش على الشرح، مش بقول لك الحل، انت ما اتفرجتش على الشرح، هل هتقدر انك تفهم فصل التكاثر؟ مستحيل. اسمع اللي انا بقوله لك ده وطبقه، والله ده اللي انا بنصح بيه اخويا. فانت دلوقتي اهو هتبدا انك تفتح. انت عرفت ان المحاضره الاولى هو انت قدامك ثلاث محاضرات بس هم اللي انت هتذاكرهم. هبدا اخش على المحاضره الاولى اهو، وابدا ان انا اتفرج عليها. طب انا بذاكر ازاي؟ المحاضره قدامي اهي شغاله، الدكتور بيتكلم، ببدا ان انا هو بيقول كلام مهم ببدا ان انا اكتبه، مش بكتب كل الكلام. فاتح الكتاب قدامي، ثواني معلش، ودي بتفرز حاجه ثالثه. فاتح الكتاب قدامي اهو، وفتح السكتش قدامي، ببدا ان انا امسك بقى الكلام المهم اللي بيقوله، ببدا ان انا اكتبه. كده انت بتذاكر المحاضره وبتفهم المحاضره كويس جدا. الحل ده قدام بقى بحل كتير. طب انا شايل التليفون، شايل كل حاجه، قاعد في مكان هادي ومركز بس مع المحاضره. اول محاضره خلصت، احنا متفقين ان الهرمونات اول محاضره فيها 3 دروس. طب اول محاضره خلصت اهي، يلا تاني محاضره وبنفس النظام خلصت، تالت محاضره وبنفس النظام. كده انت خلصت المحاضره الاولى. فصل الهرمونات اصلا كله 3 محاضرات، انت خلصت محاضره، ناقص لك محاضرتين. اقسم بالله الامور ما هتيجي غير بكده. اقعد امسك فصل فصل، خش في المحاضرات. المحاضره الاولى كام درس؟ يلا بسم الله الرحمن الرحيم، وتبدا انك تسرع الفيديو على قد ما تقدر. يعني انت على قد ما تقدر سرع الفيديو ده، شوف انت هتفهم لحد ما تسرع لحد فين. طب انا دلوقتي المحاضره الاولى خلصت، ما باجيش جنب الحل، المهم تفهم الشرح كويس جدا. هتحس انك خلصت كل المتراكم وفاهم المنهج بيقول ايه، وقدام بقى يبقى حل زي ما انت عاوز. طب المحاضره الثانيه الغده النخاميه، الغده النخاميه شرح الغده النخاميه، بعد كده شرح الغده النخاميه ده الجزء الثاني، بعد كده مذاكره الغده النخاميه بس. ده اللي مطلوب منك، 3 محاضرات اهم في المحاضره الثانيه. هتبدا تقعد بنفس النظام، ماسك الكتاب وماسك السكتش، وبتكتب اهم النقط اللي الدكتور بيقولها، بحيث ان انت تبقى فاهم هو بيقول ايه وبتقدر تجمع معاه المعلومات. طب حاجه افضل بقى من ده كله انت تعملها، قبل ما تبدا انك تذاكر اقعد الاول احسب كل المحاضرات.
يعني انت مثلا احنا لقينا في فصل الهرمونات مثلا 6 محاضرات او 9 محاضرات. طب هنبدا اننا نكتب 9 محاضرات. نراكم برضو في الكيمياء 9 محاضرات، يبقى 9 محاضرات و9 محاضرات 18 محاضره. احنا بقى هنفترض اننا هنذاكر ال 18 محاضره دول على 3 ايام، يبقى احنا محتاجين كل يوم اننا نذاكر 6 محاضرات. طب عشان تبقى فهمنا اكتر، عندك دي اهي منصه مستر خالد صقر، تمام؟ هنبدا مثلا اننا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم. بص لو جينا نشوف هنا، عندك في الاسبوع الاول عندك المحاضره الرابعه، بعد كده حل واجب وده مالناش دعوه بيه، حل كويز هنسيبه، بعد كده المحاضره الرابعه الباب الثاني. بص يعني انت عندك محاضرتين بس في الاسبوع الاول. طب هنيجي ونكمل الاسبوع الثاني، عندك المحاضره الخامسه، بعد كده حل واجب على المحاضره الخامسه مالناش دعوه بيه، وحل كويز برده لا، بعد كده المحاضره الخامسه من السنتر. ثواني، انت المحاضره الخامسه هنا متكرره مرتين، يعني انت الاسبوع اصلا محاضره. يبقى انت بص والله العظيم الموضوع ما صعب، كل الحوار انك هتفتح اول الاسبوع الاول هتلاقيه محاضره واحده بس، محاضره واحده هتقعد تخلصها كده انت خلصت المتراكم. يعني تخيل لو انت مراكم مثلا الباب الثاني كله او الفصل الثاني كله في الكيمياء، انت مجرد ما قعدت في الاربع اسابيع 4 محاضرات انت خلصت الفصل الثاني. اقسم لك بالله. بص انا كنت بجيب المتراكم كده وزمايلي كلهم بيجيبوا المتراكم كده، وادي عمار اخويا برده لما بيراكم دي نفس الطريقه اللي بيمشي بيها. بص انا فاتح المحاضره اهو وهبدا ان انا كبريتات المغنيسيوم مثلا MgSO4. طب الكربونات دي بتبقى راسب ابيض على البارد اللي هو MgCO4. طب عندك البي كربونات بتكون راسب اسود يا ابيض دي بعد التسخين، وابدا اكتب المعادله. ده كل اللي انت تعمله. وبص الورقه دي فيها ملخص الباب الثاني كامل، هنزلها لك النهارده ان شاء الله الساعه 12 على جروب التليجرام. بص انا والله بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اقدر افيدك، ويعني ربنا يجعله في ميزان حسناتي، وربنا يمن عليا بالمعلومات دي بحيث ان انا اقدر اوصلها لك وبرضه تفهمها مني. طبق الطريقه دي، انزل كده اكتب لي في الكومنتات انا هطبقها من النهارده، واوعدك ان شاء الله انك بعد اسبوع اسبوعين انت هتكون خلصت كل المتراكم اللي وراك. اخر حاجه بقى، ما تنساش انك تصلي الفرض اللي عليك. الفجر اذن اهو دلوقتي، هقوم اصلي انا كمان، وما تنساش برضه انك تصلي على النبي. سلام.